السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أبرز عناوين هذه النشرة الأخبارية. أثمنة الأضاحي بمدينة مكناس وفي مناطق أخرى بالمغرب. وقبل الخوض في هذه الأخبار لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. حيث تشهد أسواق الماشية بمدينة مكناس خلال الأسابيع الأخيرة حركة متزايدة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث بدأت ملامح أسعار الأضاحي تتضح تدريجيا وسط ترقب كبير من المواطنين. ووفق معطيات من أسواق أربعاء مكناس، فإن أسعار الخرفان تعرف تفاوتا حسب الجودة والوزن والسلالة، إذ تتراوح في العموم بين حوالي 2500 و4000 درهم للخروف المتوسط، فيما قد تتجاوز هذه الأسعار بالنسبة للأصناف المتزايدة. ويرجع مهنيون هذا التفاوت إلى عدة عوامل، من بينها تكاليف الأعلاف ووفرة القطيع هذه السنة، حيث تشير بعض التوقعات إلى إمكانية استقرار أو انخفاض نسبي في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة مع تحسن العرض في جهة فاس مكناس. وينصح للمقتني والمشتري ألا يشتري الأضاحي إلا بعد اقتراب عيد الأضحى بيوم أو يومين. وإلى أخبار أخرى، والسلام عليكم. عارف دايم السفلى شنو امر دايم السفلى من هنا ريخ الدفقه وطلع حشا